ال يعني النهارده كانت حلقه سخنه، بس هنحاول نهديها بالكوره شويه. اسلام، ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. معانا اسلام عادل، نجم النادي الاهلي ونادي مصر المقاصة الحالي، ومحلل رياضي وفني للبرنامج. اسلام، هنبتدي بكاس العالم للانديه في المغرب. الاهلي كان ناس كتير قوي متوقع ان الاهلي هيوصل لقبل النهائي ويقابل بايرن ميونخ، بس يعني الاهلي خسر من بطل اسيا جوانجزو ايفرجراند الصيني 2-0، وناس كتير زعلانه. قول لي رايك. الاول بس انا عايز اقول حاجه صغيره قبل ما نبتدي. طبعا يعني بتمنى طبعا للشفاء العاجل طبعا للكابتن الخليق والمحترم الكابتن طه بصري، واعتقد ان حضرتك طبعا بتشاركني واسره البرنامج كلها بتشاركني طبعا. بنتمنى له وبندعي له ان ربنا يشفيه ان شاء الله، ونداء مني بقى لشعب مصر كله، الراجل المحترم الخلوق ده اتمنى ان كلهم يدعوا له عشان ربنا ان شاء الله يشفيه ويقومه بالسلامه ويرجع بيته سالم ان شاء الله. إن شاء الله. سريعا كده علشان ندخل في الكوره. يمكن عايز اقول لحضرتك ان البرنامج بتاع حضرتك كلها سخنه وكلها حلقات مثمره، فاعتقد الكوره برضه هتبقى ما هو ناس كتير زعلانه من الاهلي وزعلانه من محمد يوسف ومن اللاعبين. يعني الناس كانت متوقعه، مش عارف، احنا شعب مصري برضه انا هقول لحضرتك حاجه. يمكن احنا في كل يعني احنا البرنامج دوت تقريبا في كل حلقه بنتكلم عن النادي الاهلي باعتباره طبعا احد اهم الاقطاب المصريه، ان لم يكن هو الاهم طبعا، ولان النادي الاهلي هو الوحيد اللي بيشارك في الفتره الاخيره، بيشارك في البطولات الافريقيه وكاس العالم. فانا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا اتكلمنا في كل حلقات عن النادي الاهلي، انا بس هجيب اخر حاجه اتكلمنا فيها عشان نوصل والمشاهد اللي بيسمعنا يبقى برضه ايه يبقى عنده درايه باللي بيحصل. يعني يمكن احنا اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها ان مشاركه النادي الاهلي في بطوله افريقيا وفوزه ببطوله افريقيا ومشاركته في المونديال العالمي للانديه ده في حد ذاته بيعتبر انجاز، ويمكن قلنا كمان ان هو اعجاز. صحيح. فبالتالي احنا كمان عشان انا وحضرتك دايما بنبقى واقعيين وغير الشارع وغير التمنيات اللي هو المشاهد البسيط اللي ما عندوش الثقافه الكرويه بيقول. انا وحضرتك كنا واقعيين جدا في مباراه مصر وغانا، وكنا واقعيين جدا لما اتكلمنا عن النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فانا عايز اقول لحضرتك ان احنا قلنا ان هو ده كان اعجاز، وان المشاركه في هذه الموندياليه الخاصه الجميله ده في حد ذاته اعجاز كويس جدا. ولكن عايز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي احنا قلنا ونشدنا كل الناس وكل جمهور النادي الاهلي ان انت ما تستناش من النادي الاهلي كتير، وما تستناش من الكابتن محمد يوسف كتير، خاصه ان هو ما عندوش نفس الاسلحه. النهارده وائل جمعه غايب، النهارده سيد معوض غايب، النهارده حسام غالي غايب، النهارده محمد ناجي جده غايب، النهارده شريف عبد الفضيل غايب. تمام. فحضرتك النهارده بركات طبعا غايب، النهارده اتحرمت من ابو تريكه. انت بتتكلم على السنه اللي فاتت يعني. انا بتكلم على البطوله اللي قبل كده. النهارده محمد ابو تريكه انت خسرته في اول 45 دقيقه. فالراجل الكابتن محمد يوسف في الظروف دي يشكر جدا ان هو قدم هذه المباراه او هذا اللقاء. ولكن انا عايز ارجع لنقطه ثانيه مهمه جدا. النادي الاهلي كان بالامكان افضل مما كان. ليه؟ لان النادي الاهلي كبير، والكبير انت بتستنى منه الكتير. فالكتير ان النادي الاهلي يعمل مباراه كويسه ويعمل بطوله كويسه، وكان سيذهب بعيدا اكتر من كده لو كان قدر ان هو الشوط الاول الاهلي ضيع فرص وكان مسيطر وكان بيقدر يوصل لمرمى جوانجزو، ضيع فرصتين حقيقيتين مقابل فرصه واحده لجوانجزو الصيني. يعني الناس كان عندها امل، يعني شافت ان الشوط الثاني حصل انهيار بدني. احنا كنا خايفين جدا من فريق جوانجزو الصيني، وادينا له طاقه اعلاميه كبيره، وقلنا سرعته، وقلنا ان هم عندهم مدير فني مارشيلو ليبي طبعا مدير فني ايطالي محترم وخد كاس العالم 2006 طبعا، وادينا للفريق الصيني. انا شايف رايي الشخصي ان هو اكبر من حجمه. اعتقد ان الهجمه اللي كانت في بدايه المباراه اللي كانت بتاعت متعب ابو تريكه، متعب لو كان قدر ان هو يلعب الكوره على الارض اللي ابو تريكه كان هيحرز هدف التقدم، وكان هيفرق معانا كتير جدا. ولو كان برضه ابو تريكه لما الكوره جت له عاليه كان ركب الكوره بلغه الكوره، ركب الكوره يعني وكان خدها 10 سم كان هيقدر يجيب جون زي ده، وكان هيبقى هداف الاول بقى طبعا للمونديال، لان حضرتك عارف ان هو اكتر لعيب احرز اهداف في هذا المونديال مع ميسي ودينيلسون طبعا. فكان طبعا هتبقى حاجه كبيره جدا، وكان هيبقى انجاز كويس جدا لنا على المستوى الشخصي بالنسبه لابو تريكه، خاصه ان هو بيشارك اعتقد للمره الاخيره وهيعلن اعتزاله في الفتره الجايه ان لم يرضخ الضغوط اللي طبعا. هو يعني قال ان هو هيعلنها في خلال الكام يوم اللي جايين، يعني هو بعد لما ينتهي ماتش مونتيري طبعا، والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن هادي خشبه كل المسؤولين في النادي الاهلي كانوا بيقعدوا مع ابو تريكه، خاصه ان ابو تريكه لسه في مستوى فني وبدني عالي جدا. وحضرتك شفت لما خرج من المباراه شفت النادي الاهلي اتاثر بالغياب الكبير اللي حصل. فاعتقد ان وجوده هيبقى في صالح الكره المصريه، هيفيد النادي الاهلي اولا، وهيفيد طبعا منتخب مصر في الفتره اللي جايه. الاهلي ومحمد يوسف يستفيد ازاي من مباراه الخامس والسادس مع مونتيري المكسيكي؟ هل يحاول الفوز بيها ولا
يستفيد ان هو يجهز لاعيبته في حاله بدايه بطوله الدوري يوم 25 او 26 ديسمبر؟ لا، هو النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك قبل كده ابدا عمره ما كان بيلعب على التمثيل المشرف، يعني ما تعودناش من النادي الاهلي على كده. والجمهور طبعا هيزعل لو النادي الاهلي رايح وراجع زي ما راح زي ما رجع. فنتمنى ان احنا نكسب هذه المباراه، لان النادي الرجاء المغربي ما كانش جاهز زي النادي الاهلي وقدر ان هو يكسب مباراتين. لا بس الرجاء عنده دوري شغال. بس انت برضه كنت بتلعب بطوله افريقيا، يعني يعتبر برضه عندك دوري واقوى من الدوري، لان مشاركاتك في البطوله الافريقيه بتلاعب عناصر وبتلاعب ابطال دول كتيره، فبالتالي بيبقى عندك يعني ند قوي وند ومنافس قوي، فبالتالي انت عملت هو عموما يعني بنبارك للرجاء المغربي وصوله هنتكلم عليه. طيب احنا قبل ما نتكلم عن مباراه الرجاء ومونتيري، خليني ناخد الموضوع بصوره مختلفه. عماد متعب خد احسن لاعب في المباراه رغم هزيمه الاهلي. ناس كتير كانت خايفه او متخوفه من غياب احمد عبد الظاهر، وان المهاجمين بتوع النادي الاهلي مش جاهزين. عماد متعب اصابه طويله، سيد حمدي بعيد عن المشاركات والمستوى، دومينيك نفس الحكايه. عماد متعب انت شايفه ازاي؟ يعني خد احسن لاعب في المباراه، اداؤه كان الحقيقه طبعا هرجع دايما اقعد اشكر في الكابتن محمد يوسف، لان لو حضرتك تفتكر مباراه نهائي افريقيا هناك، الناس كلها الاعلام بقى ابتدى يحاول يعمل مشكله ما بين الكابتن محمد يوسف وما بين عماد متعب، لان هو ما شاركش في اللقاء. ولكن ذكاء المدرب ده، يعني ما تستغربش ان المدرب ده اصغر مدرب في تاريخ النادي الاهلي بيحصل على بطوله افريقيا وبيتولى قياده هذا المارد الاحمر الافريقي الكبير. فما تستغربش لان الراجل ده ذكي جدا. هو طلع في مؤتمر صحفي وقال يا جماعه ما تحاولوش توقعوا بيني وبين عماد متعب، انا عارف عماد متعب قيمته ايه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لي انا شخصيا، وعماد متعب ده اخويا الصغير وانا هقدر العبه امتى وهقدر اديله فرصته وهقدر احضره نفسيا، ولما يلعب هيبقى لعيب كويس جدا. فبالتالي في مباراه الاياب هنا في القاهره قدر عماد متعب يلعب في اخر 10 دقائق وخد حساسيه المباريات ولعب المباراه وصل بانفراد وضيعه. ولعب طبعا مباراه المغرب الفاسي واحرز هدف طبعا من صنع ابو تريكه ولعب هذه المباراه. وانا شايف ان كان يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الخطا الفني من وجهه نظري المتواضعه ان كابتن محمد يوسف خرج عماد متعب ولعب نزل بداله سواء سيد حمدي او دومينيك، لان هم ما كانوش بنفس الفاعليه الهجوميه اللي كانت عند عماد متعب. وبالحقيقه انا عايز احييه جدا لان ما تحسش ان هو بعيد عن المباراه، كان قريب جدا وكان جاهز جدا وعمل يعني قائد خط هجوم النادي الاهلي بصوره محترمه بصوره مميزه جدا يعني. تمام. طيب كان في انتقادات كبيره جدا على احمد شديد قناوي، وفكرتنا بانتقادات مباراه غانا هناك مع الفارق. يعني في ناس بتقول يعني ادي فرصه بقى لصبري رحيل. هرجع اقول لحضرتك الموضوع مش موضوع احمد شديد قناوي بس، الانتقادات الاهم ان النهارده حضرتك بتلاعب فريق سريع وبتلاعب فريق قوي، فالمشكله الكبيره في الخطه نفسها. بص حضرتك في مثل كده بالبلدي اللي تكسب بيه العب بيه، بمعنى مش عيب خالص لما كل الانديه العالميه والاوروبيه والمصريه والافريقيه بتلعب دلوقتي ب 4-4-2 وانت تيجي تلعب النهارده ب 3-5-2. ليه؟ لان حضرتك انا كنت شايف ان مهم جدا تواجد وائل جمعه في هذه المباراه الهامه جدا. هتيجي تقول لي وائل جمعه السن، هتيجي تقول لي وائل جمعه بطيء، هقول لك مين اللي يلعب ليبرو؟ رامي ربيعه. وتنزل بشهاب في نص الملعب. بقى تشكيل من وجهه نظري رامي ربيعه ليبرو، وكان قدامه محمد نجيب، وكان قدامه وائل جمعه، علشان رامي ربيعه يقدر يغطي ورا وائل جمعه ومحمد نجيب ويقدر يعوض فارق السرعات لصالح المهاجمين بتوع فريق جوانزو الصيني. تلعب في ناحيه اليمين احمد فتحي، تلعب في ناحيه الشمال يعني هو احمد شديد قناوي كان الاقرب، لان هو لعب مباراه المنتخب الاخيره ولعب بطوله افريقيا الاخيره، فهو اجهز. فبالطبيعي مش عايزين نستعجل على صبري رحيل علشان ما تجيش ترميه في النار، يعني بلغه كره القدم ما تجيش تحرقه، ما تجيش مره واحده تجيبه من الدار للنار وتحطه في مباراه كبيره زي دي. وكنت تلعب في نص ملعب بحسام عاشور مثلا، وكنت مثلا شهاب لو موجود او عبد الله السعيد مع حسام عاشور، وكنت تلعب بمثلث بقى ايه المقلوب اللي هو عماد متعب طبعا راس المثلث، وكان تحتيه وليد سليمان ومحمد ابو تريكه. فانا شايف ان التشكيل ده كان هيبقى قريب جدا وكان هيبقى كويس جدا، وكنت هتحد جدا من خطوره فريق الصين اللي هو بيتلخص في 3 لاعبين او ال4 لاعبين اللي في الخط الهجوم فقط لا غير. ال3 الاجانب البرازيلي والارجنتيني. بالظبط. طيب دي مباراة الأهلي وجوانجزو. مباراة الناحية الثانية كانت مباراة الرجاء البيضاوي المغربي اللي بنبارك له طبعا الصعود قبل النهائي عشان يقابل الفريق البرازيلي. قدر ان هو يفوز على مونتيري المكسيكي 2-1 بعد وقت اضافي لعبوا 120 دقيقة، تقريبا نفس النتيجة اللي عملها مع اوكلاند، برضو احرز هدف في الاخر خالص وقدر ان هو يحقق الفوز. انت شفت الرجاء لعب بواقعية؟ الرجاء المغربي اتمسك بالفرصه اللي جات له من عند ربنا.
الجمهور، دعم الجمهور على ملعبه، وعنده جمهور كويس جدا، جمهور كبير جدا، وعارف ان هو ممكن يعني يبقى صعب جدا يبقى موجود في هذا المونديال العالمي. فالفرصه دي كان لازم يتمسكوا بيها، وهم عملوا فعلا كده. وكان في الحقيقه مؤازره شديده جدا من الجمهور المغربي والجاليه المصريه الموجودين، ومن رئيس النادي ومن رئيس الاتحاد، والناس ساعدتهم كانت قوه دفاع قويه جدا. الناس ساعدتهم بصوره كبيره جدا، ورصدوا مكافآت خياليه ومضاعفه في حاله التقدم طبعا في هذه البطوله. والحقيقه هم كسبوا المباراه الاولى بشكل كويس، هم كانوا الاقرب للفوز يعني من اوكلاند سيتي. وانا كنت شايف ان هم يقدروا كمان يكسبوا باكتر من الهدف اللي كسبوه ده في مباراه طبعا مونتيري. زي ما بقول لحضرتك، كل شويه الحلم بيكبر، كل شويه بتصدق نفسك، كل ما بتقرب كل شويه بتصدق نفسك اكتر، كل شويه بتدرك مدى اهميه وخطوره المكان اللي انت فيه، وان انت دلوقتي بتمثل بلدك وبتمثل العرب في هذا المونديال الكبير. فالرجاء المغربي كمان التحدي الكبير ان هم ما كانش عندهم مدير فني، وهم كانوا طبعا عايزين يتعاقدوا مع نبيل معلول، ولكن طبعا نبيل معلول التونسي طبعا نظرا لارتباطه باحد القنوات الفضائيه ما قدرش ان هو يبقى موجود معاهم. وجابوا طبعا فوزي البنزرتي طبعا، مدرب كبير مدرب كبير ومحترم عاليه. حضرتك في وقت قليل جدا قبل البطوله قدر يكسب مباراتين هامتين جدا، ويوصل للمكان كويس جدا في هذه البطوله. طبعا يعني خبرات عاليه جدا، ومن المدربين المميزين على المستوى طبعا يوصلوا لاكثر من كده طبعا في البطوله. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونشوف الماتشات بتاعت قبل النهائي ومباراه الخامس والسادس. نتمنى للنادي الاهلي الفوز على مونتيري المكسيكي. وتاني بنعيدها تاني، مجرد وصول النادي الاهلي السنه دي خصوصا، مش السنه اللي فاتت بس، السنه دي خصوصا لهذا المستوى ده يعتبر بس هي المشكله الوحيده ان النادي الاهلي ده قدره، ان النادي زي ما بقول لحضرتك النادي كبير والكبير يعني بتستنى منه كتير قوي. فانت قدرك سبحان الله، ربنا كده كاتب لك ان انت ما ينفعش تمثل تمثيل مشرف فقط، لازم تعمل بصمه، ولازم في ظل الظروف الصعبه تعمل انجاز فهو ده قدره. فلاعيبه النادي الاهلي لازم يبقوا عارفين، وجمهوره ومجلس ادارته لازم يبقوا عارفين النادي الاهلي مبسوط له بصه، مش بس من جمهور النادي الاهلي، من جمهور مصر كله. هم حاطينه في مكان كبير فلازم يبقى قد المكان ده. فهو ده بس ممكن يزعل الجمهور شويه، ولكن طبعا عشان ما نبقاش جايين على لعيبه ولا نكون جايين على الجهاز الفني، وعشان ما نضغطش عليهم، لا احنا طبعا بنحييهم وبنشكرهم. وانا اسف اقول لحضرتك كمان ان روابط اكتر من رابطه من النادي الاهلي هيروحوا طبعا في المطار يستقبلوا مهما كانت النتيجه. دايما جمهور الاهلي بيعمل كده، لان هو ده الاحترام وهي دي الاحترافيه وهي دي كره القدم الحقيقيه. دايما جمهور الاهلي بيعمل كده مع فرقته وكل جماهير مصر. طيب ننقل بقى ايه لدوري ابطال اوروبا. النهارده كانت قرعه دور 16 مباريات قويه جدا، يعني منتظرين مواجهات من نار زي ما بيقولوا طبعا. يعني عندك برشلونه ومان سيتي، عندك ارسنال مع بايرن ميونخ، عندك ريال مدريد مع جالتا سراي، ريال مدريد لا مع جالتا سراي، شالكه مع ريال مدريد مع شالكه، ريال مدريد ريال مدريد مع شالكه صح. معلش انا اللي غلطان، تشيلسي مع جالتا سراي صح. والحقيقه يعني كان عايز اعلق على المواجهه ما بين تشيلسي وجالتا سراي عشان دروجبا. مورينيو تمناها وتوقعها، قال اتمنى ان الكبير يجي يلعب تاني في ملعب ستانفورد بريدج. اعتقد هيستقبلوه استقبال حافل في ستانفورد بريدج طبعا، لان كانت خساره كبيره جدا ان هو ما يبقاش موجود في تشيلسي. وتشيلسي عانى كتير جدا في ظل غياب طبعا دروجبا، ما قدرش يجد البديل المناسب حتى في توريس او في كل اللعيبه اللي كانوا موجودين. طيب خلينا في المواجهات القويه. مان سيتي وبرشلونه متكافئه. عايز اقول لحضرتك ان المان سيتي مقصر في حق نفسه جدا، لان المان سيتي حضرتك لو شفت اخر مباراه ليه في الدوري امام ارسنال متصدر الدوري وكسبوا 6-3. على فكره ده الطبيعي جدا، لان المان سيتي فارق كتير جدا عن عنده مدرب كويس قوي العالميه. عنده لاعبين هو يكسب اي نادي في العالم 5 و6 ما عدا برشلونه وما عدا بايرن ميونخ. فالفريق ده لازم ياخد البطوله لسنوات، البطوله الانجليزيه لازم ياخدها لسنوات كتيره جايه، ولازم يوصل للنهائي او ياخد البطوله برده الشامبيونز ليج، لان هو فريق عنده الامكانيات. بس برشلونه عنده برشلونه يعني هقول لحضرتك على حاجه، برشلونه تاثر بغياب ميسي. نيمار عوض لكن ما عوضش بنفس القوه اللي موجوده بس ميسي هيلحق مباراه دور 16، هيلحق المباراه. ولكن مانشستر سيتي فريق متكامل ومتجانس، وعنده خط دفاع قوي جدا وخط وسط ملعب قوي جدا وخط هجوم قوي جدا، وعنده اجويرو. يمكن الكارثه الكبيره ان هم هيفقدوا اجويرو شهر، هي دي المشكله الكبيره. الاصابه طبعا اللي جات له طبعا، بس عنده ديفيد سيلفا، عنده نصري، عنده نيجريدو، عنده مجموعه كبيره طبعا، عنده لعيبه كويسه. ولكن اجويرو مهم جدا، لان اجويرو بيسجل في كل المناسبات تقريبا، وهم يمكن كسبوا قبل كده مانشستر سيتي مانشستر يونايتد برضه في بدايه الدوري 6 برضه. فما تستغربش لان هو 4-1 ما تقولش 6 عشان انا هزعل منك. مش مشكله كلنا زعلانين بصراحه، كلنا زعلانين. طيب اسلام، على الاسف وقتنا جري سريعا، بس انا بشكرك جدا يا اسلام، وسعداء بوجودك معانا دايما وبتحليلاتك وحماسك، ده اللي احنا محتاجينه في البرنامج. بشكرك جدا اسلام عادل، نجم النادي الاهلي ونادي مصر مقاصه والمحلل الفني للبرنامج.
نشوفكم اعزائي المشاهدين ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من نجوم الرياضه، فالى اللقاء.